ماتش المغرب والإمارات اليوم ماشي مجرد مواجهة ودية، بل هو امتحان تكتيكي حقيقي للأسود. تاريخيا المنتخب الوطني عنده الأسبقية بجوج ديال الانتصارات، ولكن الماتش ديال اليوم غيكون مغاير تماما. المنتخب الإماراتي معروف عليه الانضباط الدفاعي الكبير وداك البلوك المجموع اللي كيصعب المأمورية على أي خصم، وكيعتمدوا بزاف على العرضيات والكرات الطويلة في ظهر المدافعين. ولكن رغم هذا التنظيم كيبقاو عندهم ثغرات واضحة، خصوصا وراء الأظهرة ديالهم اللي كيخليو مساحات خاوية من اللي كيزيدوا للقدام، وهذا الشيء فين خاص الأسود يضربوا بالسرعة ديال الأجنحة ديالنا. الساروت ديال الماتش هو الضغط العالي من الدقائق الأولى باش نخنقوا ليهم اللعب ونربحوا معركة وسط التيران، وحاجة اللي غتعطينا لافونتاج هي دكة البدلاء المغربية اللي عامرة مواهب قادرة تقلب الموازين في الشوط الثاني. المهم هو التركيز وما ناخدوش الماتش باستصغار، حيث الرباح غيكون في استغلال أنصاف الفرص والتعامل الذكي مع الكرات الثابتة.